نحكيو على راجل عنده 7 أولاد وطفلة. هاك الطفلة هذيك زينها ما ثماش، يضرب به الأمثال، حتى سمع بها ولد السلطان، تعلق غرضه بها، بدا يستخبر وينشد وينسنس، حتى قالوا له هذه ما دبر لك فيها إلا أمك فلانة. ابعث لها، قالها يا أمي فلانة، يا أمي شلبية ولا يا أمي فونة ولا شنوة، هالطفلة هذه منك تخلق، جيبها لي ونغليك. قالت له عاد هذا اللي بيك، اتهنى أنا نجيبها لولدي. مشات من حومة لحومة، من زنقة لزنقة، حتى وصلت الباب محلول كيف ديال المسلمين الكل تبارك الله. دخلت عرضتها الطفلة عالسلامة، زارتنا البركة، عيطت لأمها، خرجت لها، فرحت بها، لا بأس عليك يا أمي. قالت لها بنيتي أعطشت، نحب شريبة. لقيت بابها الدار محلول، ادخلت، عرضتني هالبنية بلسان حلو، وانا نموت على لسان الحلو ونحب الناس المتربين. ربي يقوي سعيدها ويزين ليلتها. وبدات في الحديث وهي مش ناقصة ولسانها يغزل الحرير. عجبتهم، عملوا بها كيف أي قال باش تروح. قال لها يا ميمتي محلاها قاعدة، القاعدة معك قصيرة. قالت لهم غدوة الحي نجيب حداكم. رجعت من غدوك الزيليه، ولات كل نهار تجيب حداهم، مرة تصبح، مرة تعشي، مرة تبات، وسهريات وخراف وحديث وقجمة وتاي وفدلكات. ولات عشرة بيناتهم، ويشاوروها على الخير وعلى الشر، وما راي إلا رايها، وما تدبير إلا تدبيرها. نهار قالت الطفلة تشبي راسك هكايا، قوم أنا نديك الحمام ونكبس لك راسك بالحنة. بدات امها توصي بربي يا امي شلبيه رد بالك عليها، ما تبطاوش، راهو ابوها ما يحبش الخرجه الى قتل الاذاعه التونسيه الذاكره الحسينيه. هذيك بنتي شنو تلحفت وخرجت معها مقابله لدار ولد السلطان. قاتلها هاو الحمام، دخلت حطتها في بيت، مشات لولد السلطان وقالت له هيا مانتك جات. أعطاها كما نقولوا كيس ب500 محبوب، خرجت مشات على نفسها وخلات أهل البلا في البلا. والطفلة قاعدة في البيت تستنى، وهالراجل داخل عليها، غطت وجهها وقتها ما يقابلوش. قالها زيد غطي وجهك. أحصلت نعم حصلت، هاك جيت وشرك. خمت باش تبكي باش تصيح زايد، حصلت يلزم تدبر كيفاش تخلص فيها. في الحين تمدت الطاولة، تحط المدام، تحط الطعام. تفضل. قالت تفضل عليك الخير. وقعدت معاه، خذ هالكويس. قالت سامحني بربي مانيش مستانسة، عمري ما شربت، خليني في عقلي بشوية حتى بشوية ونشرب. وهي قاعدة تخمم اشنية الحيلة اللي تعملها باش تفلت، وتاكل معاه وحديث وقجمة ولعب إلى آخره. بعد تقول انت نصيف ساعة، وقفت قالت سامحني. نعم.
قالت مشي للدويرة. قال ها نخاف تهرب عليا. قالت وين نهرب عليك؟ وين عندي مش للشارع، ما هوني في الدار. قال لا نمشي معاك. قالت له هو يجي مش معايا. قال ما لا نربطك. تربطني؟ ايه نعم نربطك بشملتي. قالت له مليح. اربطها بشملته، خرجت من البيت وهو شادد من طرف الشملة في يده. خرجت لوسط الدار، لقات عش لحمام، شدت فرد حمام ردت له الشملة في ساقه وحلت باب الدار وخرجت عيط بالك مقابلة لدارهم. ولد السلطان قاعد يستنى استبطاها جبد الشملة جا فرد حمام، خبط على راسه طار عقله قعد ياخو يعطي. داروا به الخدام مش بيسيدي لاباس، مشاو خبروا بوه وامه جاو يجريو لاباس على ولدي لاباس ما شنو كما يقولوا بتاع التمثيل سلامة عقلك يا سيدي سلامة عقلك يا ولدي. اش يقول على حمام شلبق وطار خلى القلب معلق، على حاجتي هي خرجت في جمجمة سورية. شنو هالكلام هذا؟ ايش معناه؟ السلطان ما فهم شيء. يا ولادي فهمتوا شي حاجة؟ يا ما عرف شنو حمام شلبق وطار خلى القلب معلق وما عرف شنو على حاجتي هي خرجت في جمجمة سورية. والولد باقي شاد فك الكلمات هذوك يهتري بيهم من صباح وهو على حمام شلبق وطار وما يعرفش يقول كلام اخر وعلى قمجة وسورية. النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، جمعة 10 ايام، الولد مش يكبر بيهم مش تولي النازلة بتاع مرسطان. جابوا له الطبة، جابوا له العزامة، جابوا له هاك اللي يديهم تجمد الماء، الكلهم خلطوا شيء. السلطان عيط للوزير قال له يا وزير الإذاعة التونسية الذاكرة الحية. قال له يا سيدي الكلام هذايا ما مش بلاش، لازم ثم بعض الحاجة، لازم ثم شكون في علمه بها في البلاد هذه. ابعث نشد الناس. كيفاش نبعث؟ قالوا ابعث شنو البلاد كل الناس كل في يدك، شكون اللي يحكم؟ بدا يبعث بالحومة كل نهار محرك جايب له جماعة. اللي يقول له هاي الكلمات يقول له يا سيدي ما فهمتش. حتى دار البلاد الكل وحتى حد ما طلع الخبو. اشنو يا وزير؟ قال له يا سيدي لازم ثم فيهم واحد اللي علمه بالناس ده وما يحبش يتكلم. قال انا ولدي عندي اعز من سكان البلد الكل، اذا كان نزم من طيرها الكل تمشي جيرها وجور، ما نخلي فيهم حتى واحد حي. عاود عيط للناس الحومه الفلانيه، ما الغدوكه والمحرك جايب سكان هاك الحومه الكل، منهم بوهاك الطفله واخوتها السبعه. نصبت المشقه وقال لهم عندكم حتى الغدوه الصباح، اذا كان واحد منكم ما يطلع ليش الداكزه راكم الكل لبعد مش تشنقوا. نهارتها دخل الراجل وولاده للدار، العبسه بالشبر، الوجوه متربه وهذا هابط على هذا، لا كلام لا سلام، مهمومين. اش ثم اش بيهم؟ الطفله خارت على اخوها الصغير، عيطت له قالت له تشبيكم مغشين انتوما وبابا، ايش ثم؟ قالها مو السلطان قال قالت له عاد هذه هي سهله. غدوه كيف تطلعوا للسلطان قل له مطار يخلف العار ويحمم 7 كشاطي في سوق التجار، افرشوا الحصر وعدوا الدراهم الصفر، بنات تونس ما يخلفوا العار. قال ايش معناها كلام؟ قالت له تجيب دخلك مش عليك.
غدوة الصباح كيف تقفوا قدام السلطان قول له هكذا أنا يوثق نفسك. هي لكن المولوي يقول لي اش معناه؟ قالت له واش دخلك اش معناه؟ مش باش يقول لك معناه هو، قول له برك. من غدوة كان محرك مكركر الجماعة وبو عطوش قدام السلطان. قال طلعتوش قدم الولد وعاود صرصت الكلام هذاك الكل. ولد السلطان قاعد في جنب بوه وقف قرأ كيفاش عاود اش قلت؟ قالوا له مطاري خلف العار الى اخره. شكون قال لك الكلام هذا؟ قال له ما قلت لنا على خبو هاني طلعته لك. قالوا لا 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 هذه كلمة وذنك. شكون قالها لك؟ قال له اختي. ترماها كل الولد على ابوه يبوس ويعنق يعيش بابا اخطبها لي. قالوا وين ابوك يا ولدي؟ قالوا ها هو واقف قدامك. قام السلطان من على كرسيه ووقف قدام الراجل وقال له جيت لك خاطب راغب في بنت الحسب ونسب. قال له يا سيدي خديمتك العبد وما ملكت يداه لسيده ومولاه. جازتك يا سيدي. عاملوا مهر متاع سلاطين، استاق متاع سلاطين وعرس متاع سلاطين، وولد السلطان يكب ويحب ويبوس في اليدين وفي الساقين ويطلب في السماح، والعروسة خشمها في السماء تتضخم، وابوها واخوتها ولو انساب السلطان، وزاد خير فوق خير، والكل من بنتهم اللي تربات تربية في طريقها، وكانت بنت اصل ومفصل ومحافظة على شرفها وعلى دينها.